اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. بنبدا مع حضراتكم حلقتنا النهارده، ومعنا ومعكم على الهاتف وعلى الهواء مباشره الدكتوره سمر مجدي، مدير اداره التخطيط ووحده السكان بمحافظه السويس. دكتوره سمر، اهلا بحضرتك معنا. اهلا بحضرتك يا دكتور. كل سنه وحضرتك طيبه يا دكتوره. وحضرتك طيب، وجميع المشاهدين بخير ان شاء الله. الله يخليك يا دكتوره. دكتوره، في البدايه كده حضرتك تلقي لنا بعض الضوء عن الاعتماد والرقابه الصحيه بالسويس وفرع الهيئه في محافظه السويس والتامين الصحي الشامل ودوره في هذه الفتره في محافظه السويس. احنا كوحدة سكان الحمد لله احنا في مجموعة من الندوات والتوعية اللي احنا مركزين فيها بما يتناسب كمان مع اي تحديثات او اي شغل موجود في الدولة حاليا. فاحنا الفترة اللي فاتت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالسويس برئاسة دكتور اسلام الفقي عملنا معاهم شراكة ان احنا نبدأ نوعي المواطنين والموظفين كمان. بدأنا ننظم لمجموعة من الندوات التوعوية، يعني وصلت لغاية دلوقتي من ساعة الشراكة بتاعتنا في حدود 9 ندوات بما يقارب 600 شخص من جنسين. عملنا لقاءات في الكنايس، يعني عملنا في كنيستين أنبا أنطونيوس والحي السويس وفي العذراء مريم في حي الأربعين. كمان حبينا أن يكون في توعية بالمساجد، بس احنا حبينا أكتر ان احنا يبقى في تنسيق مع مديرية الأوقاف بقيادة الدكتور ماجد راضي. تم تنظيم فعاليتين لتوعية الأئمة والمشايخ. حبينا ان احنا من خلال ان احنا يعني طبعا انا جواها تنسيقية، بس طبعا من خلال بالاعتماد على الفريق العمل بتاع الهيئة، سواء فريق العمل الرقابة او دعم المنشآت الصحية او رضا المتعاملين او الإحصاء وجمع البيانات. بنحاول ان احنا يبداوا هم ينقلوا المعلومات ليهم للائمه والمشايخ من خلال اللقاءين اللي اتعملوا، بحيث ان شاء الله الائمه دول بقى يبقى ياخدوا المعلومه وينقلوها هم المواطنين اثناء الشغل بتاعهم في المساجد من خلال اللقاءات اللي بتحصل في المساجد. وخطبه الجمعه وخلافه. كده الموضوع يبقى اشمل بكتير يعني. تمام. كمان الموضوع ما بقاش يعني ان احنا حبينا كمان ان احنا يكون في تنسيق مع مديريات الخدمات زي مديريه العمل، الطب البيطري، التموين وغيرهم. بدانا نوعي عدد من الموظفين برضو بنفس الفكره، ان احنا نبدا نحدد عدد معين، والعدد ده بيبدا ياخد المعلومه وينقله لزمايلهم وهكذا. على الرغم ان كمان في بعض المديريات حبت ان احنا بدل ما يبقى جزء بس، لا يعمموا الموضوع ونيجي للمديريه بنفسنا كمان هناك. كمان احنا في بعض الجمعيات برضو اشتغلنا فيها، الاحياء، مقرات رئاسه الاحياء عندنا برضو اشتغلنا معاهم. طبعا هم الهيئه بيبداوا ان هم ينوهوا عن التامين الصحي الحالي اللي موجود، وايه الفرق بينه وبين التامين الصحي الشامل، بحيث ان هو التامين الصحي الشامل دلوقتي يعتبر بشكل الزامي، يعني موجود خلاص في الدوله. الموضوع الاول الناس كانت متخوفه شويه من الفكره ان الموضوع لا هيبقى احنا مش هناخد فرصتنا، لا بالعكس. هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه كمان من ادوارها المهمه جدا ان هم مش مثلا بيقولوا ان خلاص احنا قدمنا الخدمه وخلاص، لا بالعكس، بيحاولوا يضمنوا جوده الخدمه كمان وضمان وصولها بشكل متميز للمواطن، وهو ده اللي كمان يعني نوهوا عنه في اللقاءات. وطبعا الموضوع كان اللقاءات نقاشيه جدا، المواطنين كانوا بيتكلموا بكل اريحيه، لدرجه ان هم قالوا لهم ان لو حابين مثلا اي شكوى ان شاء الله بعد ما يتم تطبيقها طبعا مع بدايه السنه، يعني هو حاليا تجريبيا في السويس، بس ان شاء الله على اول السنه الجديده ان شاء الله يبقى الموضوع بشكل خلاص رسمي موجود عندنا. بس بيبداوا دلوقتي يعرفوا الناس شويه، خصوصا ان نسبه التسجيل لسه في حدود 65% تسجيل من عدد السكان. فان شاء الله يعني حبينا ان احنا نبدا نكثف شويه الندوات عشان الناس تبدا ما تتخوفش من ان هم يبداوا يسجلوا، وكل واحد يبدا يعني يدعم الفكره، عشان الموضوع كمان الناس برضو كانت خايفه من نسبه ان يكون في اشتراكات يعني، او في فلوس هتتاخد منهم كتير، او هيسحبوا من المرتب حاجه او كده. لا، نسبه الاشتراك بتبقى يعني ممكن 1%، فبرضو مش مذكوره بالنسبه ان هم هياخدوا يعني خدمه صحيه بجوده كويسه، وهيضمنوا كمان من خلال الهيئه ان هم اي قصور او اي حاجه، وان شاء الله ما يكونش في قصور طبعا، هيضمنوا ان ياخدوا الخدمه على اكمل وجه يعني. تمام. فان شاء الله يكون يعني الفتره الجايه احنا يعني طبعا كل شهر بنحط خطه مع الهيئه عشان نحاول يعني ان شاء الله الفتره الجايه كمان حابين ان يكون العماله غير منتظمه.
هنبدا برضو نوعيهم بالموضوع ده. هنشوف نقابه السائقين، نقابه الصيادين، نبدا ننزل للناس اللي مش لازم يكون برضو شغالين بس او المواطنين، لا كمان العماله غير منتظمه من حقهم ان برضو يعرفوا اهميه ان هم يحصلوا على او يعني على الخدمه الصحيه اللي تليق بيهم، وفي نفس الوقت المنظومه يبداوا يشتركوا فيها يعني. تمام. دكتورة سمر، طبعا احنا عارفين يعني تخوف الناس زي ما حضرتك قلتي كده، اي حاجة جديدة كلنا بنخاف منها، ده الطبيعي عند الانسان عامة يعني. لكن لما بننزل على ارض الواقع برضه مش هنبقى ناجحين 100%. يعني احنا بنحاول ان احنا نتلافى الاخطاء، وكل زي ما طبقنا في بورسعيد وطلع في اخطاء تلافيناها، لما جينا طبقنا في اسماعيليه طلع برضه في بعض السلبيات برضه بنتلافاها، بحيث ان احنا في الاخر مع التطبيق في المحافظات المختلفه هنقدر نوصل، يعني الكمال لله طبعا سبحانه وتعالى، لكن هنقدر نوصل لجوده تليق بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري في النهاية. يعني مش محبس طبعا ان الناس ترفض خدمة الدولة بتقدمها لهم وتيسيرات الدولة بتقدمها لهم من خلال منظومة صحية كاملة، يمكن بيخضع ليها الكبير والصغير، الغني والفقير، وحاجة مريحة وحاجة جميلة، وبتقدم خدمات بصراحة يمكن ما كانتش متوفرة قبل كده في كتير من المحافظات، كنا بندوخ عشان نحصل عليها. كمثال العلاج على نفقة الدولة وغيره وغيره وغيره، ونقعد ندور على عضو مجلس نواب عشان نجيب جواب للعلاج على نفقة الدولة. دلوقتي انت تبع التأمين الصحي الشامل على طول بتعمل اللي انت عايزه في ساعتها. فعلا هو زي ما حضرتك بتقول كده، يعتبر كل المواطنين بقت سواسيه في الموضوع ده. يعني اللي بيضمنوا ان في معايير معتمده بيمشوا عليها، عشان زي ما حضرتك قلت ان في اخطاء كانت موجوده سابقا، لا احنا ان شاء الله مش هيكون في اخطاء. طبيعي ما فيش حاجه هتبقى كامله 100%، بس هنحاول على قد ما نقدر ان كل الناس تاخد فرصها كامله، وفي نفس الوقت على يعني بالجوده المطلوبه، اللي الناس ما تجيش تقول او تحاول الشائعات للاسف اللي هي كانت معاها كانت في مجموعه شائعات كده ما كانتش صحيحه يعني. فالناس كانت متخوفه فعلا على الاقبال على الفكره دي، بس ده اللي خلانا بدأنا الموضوع نسمعه كده واحنا ماشيين، حتى ان الناس لا ده المنظومه دي تبقى مش حلوه فاشله بمعنى لا احنا حاولنا ان احنا نصحح لهم يعني الافكار دي، وان شاء الله احنا دي كانت بدايه، والموضوع يعني مستمر لغايه ما ان شاء الله على قد ما نقدر نحاول يبقى في توعيه للناس عشان يبقى نسبه التسجيل تبقى 100% ان شاء الله في السويس يعني. ان شاء الله. يمكن فرصه طبعا دكتوره سمر مجدي مدير اداره التخطيط ووحده السكان بمحافظه السويس وحضرتك معانا على الهواء مباشره، نوجه الدعوه لكل اهالينا في السويس للتوجه للاشتراك في منظومه التأمين الصحي الشامل في محافظه السويس، حتى تبدا المنظومه قويه ان شاء الله في محافظه السويس. ان شاء الله طبعا برعايه سياده المحافظ اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر طبعا، والمشرف على الوحده معانا استاذ خالد سعداوي كتير عام المحافظه. فطبعا يعني كل شكر والتقدير لقياداتنا الداعمه ودكتور عبد الله رمضان واستاذ احمد وزيري، يعني كل القيادات الحمد لله عندنا داعمه لاي حاجه تقدم خدمه متناسبه مع الدوله بتسعى ليه، وان شاء الله كده في تقدم على مستوى السويس وعلى مستوى مصر كلها ان شاء الله. ان شاء الله. دكتوره سمر، برضو فرصه منه مبالغ كتير، وان بدايه الاشتراك بتعتبر حاجه رمزيه، وان جدا الفرد لوحده كفايه بصور البطايق بتاعه الاسره، واللي ما طلعش بطاقه ممكن شهاده الميلاد اللي فيها الرقم القومي بيتوجه لاي مركز صحه في محافظه السويس هو تبع الحي بتاعه، وبيروح بيسجل الاسم بالبيانات داخل المركز، وبيرجع بعديها باسبوعين تقريبا بيكون البيانات اتفعلت على السيستم، يتاكد ان هي اتفعلت على السيستم. هو الموضوع الحمد لله دلوقتي موضوع التسجيل الالكتروني كده الموضوع بقى سهل جدا، بقى في رصد سكاني ان وفي وحدات صحيه طبعا على مستوى الاحياء كلها 5 احياء اللي عندنا. فالموضوع بيبقى بالنسبه للمواطنين مش هيبقى متعب خالص، ان هم مثلا زي ما حضرتك قلت ان الموضوع مش محتاج غير يعني شهاده ميلاد او بطايق وكده عشان يتعمل يعني زي بطاقه عائليه. الكل هيقوم الصغير والكبير في كل عيله هياخد الخدمه كامله ان شاء الله. فالموضوع سهل جدا، والوحدات الصحيه موجوده في كل حي وسهل ان احنا نوصل لها يعني. تمام. فان شاء الله كده يعني القادم افضل ان شاء الله. دكتوره سمر مجدي مدير اداره التخطيط ووحده السكان بمحافظه السويس، سعدنا وتشرفنا بحضرتك معانا، وبتمنى لكم كل التوفيق دايما ان شاء الله. شكرا لحضرتك، شكرا لحضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين. متشكرين جدا يا دكتوره. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لحضراتكم مره اخرى.